السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبدا بالكتمه ديال ريم اللي اجلتها وقت طويل هذا الصراحه، لكن وصل الوقت ان شاء الله باش نخدمها. اول حاجه كنتاكد يعني الثوب واش كافيني، ثاني حاجه واش عندي اللون ديال السلسله اللي غادي نحتاجو، وكذلك شي حاجه يعني شي بيي او شي حاجه باش نقسم داك التفاصيل ديال الكتمه، يعني شي حاجه اللي ندخل في الكتمه باش تعطيها منظر زوين. انا غادي ناخذ القياسات الريم نوريكم الطريقه. انا حافظهم ولكن غادي نوريكم الطريقه كيفاش كناخذوا القياسات. اول حاجه نجيبوا الكتاف ونعبروا كما قلت لكم من العظم حتى العظم، يعني هكا من هنا حتى لهنا، يعني تقريبا 29. كنجيب بلاتي بنتي باش نعرف العظم فينا هما، يعني كنجي من هنايا حتى لهنايا تقريبا، وكنضرب حسابي. الا كنت غادي ندير ديك الباندا هنايا خصني ندير على قد الكم باش يجيها شويه وافي، عاد غادي نزيد الباندا هكا، يعني تقريبا غادي ندير 42. من بعد الباندا غادي ندير فيها تقريبا 5 ديال السنتيم. بالنسبه للدوره ديال الصدر هي غتحيد دابا البيروار لان باش ناخذوا القياس مزيان. الدوره ديال الصدر كنجيو من هنا وكنرخف يعني باش ما تجيهاش مزيره 70. بالنسبه للطول ديال الجاكيطه غادي نجيبوه من هنا، يعني من راس الكتف، يعني كما درنا في الكمام غنديرو حتى هنا، يعني باش يجينا شويه هكا تقريبا راه كيكون قد الكم قد هذا الجزء هذا، يعني 41. ونزيد الباندا فيها 5 سنتيم. اما السروال كناخذ شي سروال ديالها كيجي قدها وكنفصل عليه. انا غنوريكم الطريقه كيفاش. كما كتشوفوا بما انني يعني طابعه لها التصويره ديالها، غادي ناخذ يعني باش نجيب هاد الصوره هذه في الوسط، غادي ناخذ الدوره ديال الصدر عندي 72، يعني غادي نقسمها على 2 غتعطيني 36، يعني غندير 36 على 41، 36 في العرض و41 هنا. ندوز باش نقطع هذا الطرف، عاد ناخذ نفصل عليه الجهه الاماميه. الموديل اللي غادي ندير لها بحالو ان شاء الله هو هذا ديال دوميوس، لانه سهل في التنفيذ. فقط غادي ندخل له انا هذا البي باش نكسروا يعني اللون، لان ما عنديش جوج الوان، عندي غير اللون واحد اللي غادي نخدم به. كما كتشوفوا انا قطعت دابا الجهه الخلفيه، غادي ناخذ الثوب ونوضع عليه الجهه الخلفيه باش نقطع الاجزاء بجوج، نقطع عليه القياس بهذا الشكل هذا. فقط غادي نشيط واحد شويه على حساب داك الداخل ديال السلسله. الاجزاء بجوج هما هادو، نوضعهم طرف على طرف. بالنسبه يعني فاش نبغي نفصل دابا كما كتشوفوا غادي ندير الجزء المفتوح هنا والظهر مقابل ليه، يعني فوق منه كنوضع يعني الظهر فوق من هاد الجهه اللي غادي نحيد كما قلت لكم ديال السلسله. راه ما مقداش ولكن السورجي ان شاء الله غادي يقاد لنا كلشي. ندوز دابا غادي نحط القياسات اللي عندي في الكتاف. عندي 29، يعني 14 ونص، نوضع 14 ونصف هنايا. بالنسبه لهنا راه كننزل بسنتيمين، يعني كننزل بسنتيمين ونوضع علامه. كنجيب خط من هنا حتى لهذا الامام بهذا الشكل باش نقطع هذا الجزء هذا. كنقطع هذا الجزء هو الاول باش نتهنى منه. من بعد كنجي هنا ندير من الراس للكتف حتى لهنا، نوضع علامه عند 16 سنتيمتر. 16 سنتيمتر هنا كنجي نوضع 18، لان عندي 36 على 2 كتعطيني 18. هنا غنوضع 18، هي هذه بهذا الشكل. من بعد غادي نجي من الخط هنايا حتى نقرب من هنا، عاد كندور يعني بهذه الطريقه هكا، ملي كنمشي بخط مقوس هكا بهكا كنكون حطيت الصدر وهاد لتحت ديال الابط. بالنسبه لهنا عندي نفس القياس غادي نمشي به، يعني هنا كله خصو يبقى 18 سنتيم. وغادي نقطع
ودابا غادي ندوز باش نقور يعني الامام. هذا الظهر غادي نخليه بصح الامام خصني ندخل فيه شي شويه هنايا باش ما يعطينيش انتفاخ تحت الابط. فقط كنجي للوسط هنايا، يعني كنجي تقريبا للوسط وكنزيد ندخل بواحد سنتيم او سنتيم ونص على حسب الشخص. بحال دابا انا حيت ريم صغيره غادي ندخل بسنتيم فقط ونجيب خط من هنايا ونمشي بهذه الطريقه هذه حتى ندخل هذا الجزء هذا. من بعد نقطعو. بالنسبه للكول انا غنعزل كل واحد بوحدو. كل مره واش كندير ماشي ضروري. في الكول كندير تقريبا 7 سنتيمترات. نفس الشيء غادي ندير هنا 7 سنتيمترات زائد يعني السنتيم اللي خليت على حساب باش ندخلو في السلسله، يعني 8 ديال السنتيمترات بالشكل هذا. 8 هنا. بالنسبه لهنا باش نمشي بهذا الخط من هنا انا كنوضع 12 سنتيمتر للاطفال و 14 سنتيمتر للكبار. هنا دابا 4 سنتيمتر 12 سنتيمتر. دابا هنا وضعت 12 سنتيمتر من هنا لهنا وغادي نمشي بشكل مقوس شويه، يعني ما غاديش نمشي بخط مستقيم. من بعد غادي نقطعو. بالنسبه لهذا الامام انا ما بغيتوش يجي هكا عادي، لهذا غادي نوضع طرف على طرف بهذا الشكل هكا وغادي نجي نطراسي واحد الجزء هنا غادي نقطعو بهذا الشكل هكا. غادي نشد ونحيد هذا الجزء هذا. هنايا باش غادي نعوضو غادي ناخذ هذا القياس هذا ونقطع يعني من شي طرف اخر، يعني بحال هكا. غناخذ واحد الجزء وغادي ناخذ منه هكا. لا غادي نديرو بالطول هكا هنايا. بقى تردوا البال يعني الثوم فين كيتجبد. نجيب هكا. علاش؟ باش نوفيهم على هذا الجزء هذا لان قطعت منه نقص. دابا غناخذ نطراسي عليه او نقطع عليه ديريكتومون ماشي مشكل بحال يعني كنخلي واحد سنتيم او سنتيم ونص ديال الخياطه بهذا الشكل هكا ونقطع. بهذا الشكل باش هادو نردهم للمكان ديالهم. هنا انا قطعتهم فقط باش يصلح لي يعني ندير هذاك الريبون باش نردهم لهنا للمكان ديالهم، ولكن ندير هذا بيناتهم يعني هنايا ان شاء الله. بالنسبه للجيب غادي نخرجوا من هنا ناخذ 16 سنتيمتر هنا ونوضع خط يعني مستقيم. من بعد غادي نجيب وهنايا مقوس على حسب الوسع ديال الجيب اللي بغيت، بما انه غادي يهبط حتى البندان نخليه مقاد من التحت. ونحلو من الاسفل لانني غادي نلصقو من الداخل وغادي نوريكم كيفاش ان شاء الله. بالنسبه لهنايا كما قلت لكم نتوما كتحكموا في الوسع ديال الجيب. دابا غادي ندوز للكمام.